الأكلة دي لو عملتوها كل يوم مش هتزهقوا منها. ريزوتو بالدجاج كريمية ولذيذة بشكل غير متوقع وفي حلة واحدة بمكونات من البيت، طعمها هيفاجئكم، مش هتصدقوا قد ايه لذيذة. ومن سهولتها وبساطتها حالا هتقوموا تعملوها بعد الفيديو. ولو عندكم بانيه في التلاجة هيبقى ممتاز جدا للوصفة دي. ما عندكوش يبقى صدور فراخ وتقطعوها زي انا عاملاها كده، وانا بقطع صدور كده مقطعها بانيه. ممكن تتعمل بالمشروم، ممكن تتعمل بلحمة، ممكن تتعمل بأي حاجة. في حلة على النار بنحط 4 معالق من زيت الزيتون، قطعة زبدة، لو مفيش زبدة مفيش مشكلة عادي جدا. ننزل بقى بالبانيه او صدور اللي احنا مقطعينها. هنتبل بملح وفلفل اسود ونص معلقه صغيره من البابريكا. احنا عاوزين الصدور دي تستوي من جوه كويس وتاخد لون من بره في نفس الوقت، فبنفضل نقلب فيها كده على نار هاديه لحد لما تستوي من جوه وفي نفس الوقت تاخد لون حلو كده من بره، لون محمر حلو كده. انا كان معايا 4 فحطيت 3 الاول، الحاله ما كانتش مكفيه. بعد كده حطيت الرابعه وسويتها في نفس الدهون ونفس كل حاجه. بنحط بصلايه متقطعه، البصل بينزل بيدبل كده وننزل السوائل اللي فيه. اول ما يدبل بنحط فصين من الثوم، واول ما الثوم يطلع ريحته بننزل بالكيس من لسان العصفور. كيس اللي هو 450 جرام، ده اللي هو مكرونه لسان العصفور. طبعا المصريين كلهم عارفين ايه هو لسان العصفور، بنعمله شوربه دايما او بنعمله طواجن. ولكن الناس بقى اللي ما يعرفوش ده يعتبر مكرونه ولكن حجمها صغير كده، احنا بنعمله شوربه. ده بديل لرز الريزوتو، ممتاز جدا، بيدي نفس النتيجه بالظبط. بنديله تقليبه كده يعني دقيقتين كده بس، وبعد كده ننزل عليه ب3 كوبايات من الميه، مكعب مرقه. لو مش عايزين تحطوا مرقه خلاص مفيش مشكله، بس هو بيديها طعم حلو بصراحه. تقليبه كده وبعد كده بنغطي على نار متوسطه. لقيتوه ما استواش، محتاج ميه، محتاج سوائل، زودوا كمان كوبايه، يعني زودوا كوبايه، ما ترموش ميه كتير علشان ما يعجنش. زودت كمان كوبايه ميه وغطيته كده، ايه تقريبا مستوي 90%. اول ما يوصل المرحله دي نحط عليه كوبايه من الكريمه، كريمه طبخ، كريمه خفق، كريمه لباني، اي حاجه من الحاجات دي. مفيش كريمه، علبه من القشطه. وبنغطي على نار بقى هاديه كده. استوى 100% تمام، بيبقى قوامه زي ما انتم شايفين كده. عاوزين يوصل القوام ده نحط عليه بقى رشه من الجبنه البارميجان ورشه جبنه موتزاريلا. لو مفيش بارميجان حطوا موتزاريلا مفيش مشكله. رشه بقدونس كده، دي اخر حاجه خالص بعد ما نطفي النار. بنحط البقدونس، معلقتين 3 معالق كده من البقدونس المفروم. لو ما بتحبوش البقدونس ممكن تحطوا على فكره سبانخ مفرومه، اي خضار انتوا حابينه، بروكلي، زي ما انتوا عايزين. شايفين القوام عامل ازاي؟ احنا عاوزين القوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. نحط بقى الصدور كده على الوش، نزين بقى زينه باي حاجه، زي واحده روزماري ورشه موتزاريلا ورشه بارميجان كمان على الوش، وبتسيح وتدوب في بعضها. شايفين عامل ازاي؟ يجنن يجنن. انا بحب الحاجات دي قوي على فكره، يجنن، مغري جدا للاكل. وعايزه اقول لكم ان طعمه، شكله يعني طعمه لا يعني مش هيغزلكم. بنعمل حاجات كتير كده بلسان عصفور، بس انا عايزاكم تجربوا الطريقه دي لان متاكده انها هتعجبكم جدا وهتعتمدوها للسان عصفور بعد الشوربه يعني او مع الشوربه. الحاجات اللي تحت دي طلع طعمها بقى في ريزوتو. وبس كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها.